اليوم هو الأحد الرابع من زمن العنصرة. مار بولس حكي عن روح العالم وعن روح الله، وقال ما حدا بيعرف الله إلا يلي معه روح الله. حكينا المرة الماضية بالأحد الماضي عندما سألوا الرسل ليسوع قالوا له ليش نحن وحدنا عم تحكينا هالكلام ونحن وحدنا بنفهم انت شو عم بتقول ونحن بدنا نخلص، الآخرين شو؟ قال لهم المسيح من يحبني نأتي إليه ونظهر نفسنا، يعني الآب والابن والروح القدس اللي هن الله. إذا نحن ما منحب الله، الله ما بيفرض علينا إنه يجي لعنا. الله بيجي لعند الإنسان المستعد إنه يستقبله، بيجي لعند الإنسان يلي عنده حرية واختار أنا بدي استقبل الله بقلبي، بدي أعمل أعمال الله بقلبي، بدي أعيش روح القدس مش روح العالم. ومنسأل هل يا ترى مش الله يلي خلق العالم؟ ليش خلق فيه روح العالم يلي بيحكي عنه مار بولس وفيه الروح القدس؟ ليه ما خلق فقط الروح القدس؟ ليه مش هو بيدير العالم كله سوا وبيعيش العالم بسلام، بيبطل فيه حروب، بيبطل فيه شرور، بيبطل فيه قتل؟ ليه ما عمل هيك الله؟ لأن الله عندما خلق الإنسان عطاه إرادة، عطاه حرية مثل ما قلت كمان المرة الماضية، وما بينفي حرية الإنسان، وقال له للإنسان اختار ما بين الخير والشر. أنا بنصحك تختار الخير، خاصة من بعد ما تجسد الله ويسوع المسيح أعطانا نمط الحياة اللي لازم نعيشه كإنسان كامل. من هون هالحرية ما نزع منا الله بالخلاص، كف الشر بالعالم، ولكن صرنا نعرف شو يعني القداسة، صرنا نعرف نميز ما بين روح الله وروح العالم. صار الإنسان يلي بده يختار روح الله يوصل للقداسة. هيدا الفرق يلي صار بالعهد الجديد. المسيح كشف لنا عن الله، كشف عن الله المحبة، عن الله البي يلي بيحب كل واحد منا وبيحب إنه كل إنسان يخلص وكل إنسان يكون عم بيعيش للخير مش للشر. بأحد الأناجيل بيقول للرسل ما تنبسطوا عم تعملوا أعاجيب، نحن بزمن الروح، بعتهم تيبشروا، قال لهم افرحوا إن أسماءكم مكتوبة في السماء. امبارح كان عيد مار أنطونيوس البدواني وحكيت بالوعظة وقلت هالقديس يلي خلق غني من عيني مرموقة، من عيني في عندهم مال وممتلكات وعندهم جاه وعندهم اسم بالمنطقة يلي ربي فيها، كان قادر يختار أنطونيوس يكون إنسان غني كمان من النبلاء يلي كانوا بالمجتمع، ولكن فاجأ أهله وقال أنا بدي أختار حياة الرهبنة، بدي أختار حياة التقشف والزهد بالدير. وأكثر من هيك من بعد ما ارتسم كاهن قال ما بدي أعيش بالدير، أنا بدي أعيش مع الإخوة الجداد، مع رهبنة مار فرانسيس المؤسسة جديدا وراح يبشر بالعالم. عيش الفقر الأكبر، عيش الزهد بطريقة أكثر جذرية. ليه؟ لأن عارف إنه أسماؤهم مكتوبة في السماء. لحد اليوم بعد 730 سنة عم نذكر مار أنطونيوس البدواني، بعد 1800 سنة بنذكر مار مطانوس الكبير، بعد 150 سنة بنذكر مار شاربل ورفقة ونعم الله. ليه؟ لأن أسماؤهم مكتوبة في السماء. هل يا ترى حدا بيتذكر مين كان على أيام أنطونيوس البدواني بالبرتغال أو بإيطاليا حاكم؟ مين كان هو معه مال كتير؟ ما حدا بيذكرهم. مار أنطونيوس اختار الحياة الأبدية. من هون عندما نتكلم بس يموت إنسان منقول الحياة الأبدية، منا خبرية كذبة الحياة الأبدية، ومنا لاهوت منحكيه بين بعضنا البعض أو منبشر فيه بالوعظة. الحياة الأبدية هي واقع وحقيقة، والحياة الزمنية يلي بتخلص على هالأرض كمان حقيقة. ما في إنسان بيخلد على هالأرض، كل إنسان بيموت. والحقيقة يلي بتخوف أكتر الإنسان ما بياخد شي معه، ما بياخد لا ممتلكات ولا أموال ولا جاه ولا نياشين ولا أي تكريم بياخدوا معه. إذا تذكروه مرة بالسنة بيقولوا عنه إنه كان كذا، ولكن يلي بياخدوا معه إلى الحياة الأبدية هي القداسة، هي الأعمال الصالحة يلي بتأهله يكون قديس وبدل يذكر إلى الأبد. عند البيزنطيين في شيء جميل جدا بيقولوا بآخر الجناس فليكن ذكره مؤبدا.
فليكن ذكره مؤبدا لما بيودعوا الإنسان. شو يعني خلي هالإنسان ده ذكره الصالح موجود؟ القديسين ذكرهم مؤبدا، عطول نحن بذكرهم. هيك كل واحد منا بدنا نشتغل بالروح القدس يلي هو بيعطينا هالنمط من الحياة ونختار الخير من الشر. مار بولس حكي كتير عن هالموضوع وميز بين أعمال الجسد وأعمال الروح. بدعيكم عطول تتأملوا فيهم. لما بنحكي عن أعمال الروح يعني الصلاح، أعمال البر، المغفرة، كل الأمور يلي بنحكي فيها من فضائل، هيدي هي أعمال الروح القدس. أعمال الشر أو أعمال روح العالم هي الأنانية، حب المال، حب السلطة، عمل الشر، عمل الحروب. هودي هن أعمال الروح يلي بيجوا من الأرض، بيجوا من الحياة الجسدية. من هود كلنا سوا مدعوين نفكر أكثر كيف يعمل الروح فينا. عم نخليه يشتغل بحياتنا أو لا؟ إنه يعمل فينا بأنات لا توصف. نتصارع نحن وياه، نرفضه، ما بدنا إياه، ما بدنا الله بحياتنا لأن بيعذبنا بعض الأحيان، بيوجع لنا ضميرنا. ولكن الله يلي بيوجع الضمير هو يلي بيريد الخير للإنسان. ما في أي خير أرضي بيدوم، ولكن خير السماء هو يلي بيدوم، هو يلي بيعطينا نعمة إنه نعيش بسلام بين بعضنا البعض. آمين.